أقسم بمن أحل القسم إنه إسرائيل داهية في الذكاء. وانتبه، أنا بحترم القوي والذكي، وهذا لا يعني إنه أنا معه. في مقولة لابن المقفع بتقول: واعلم أن الجاهل إن لم يؤذك بجهله فهو يشق عليك من حيث لا تدري. يعني حتى لو كانوا الناس جميلين ولطيفين وكويسين ولكن لا يملكون الوعي الكافي بعد، هالشي سيقودهم على الجهل باتباع القطيع الأعمى، وإنه هذا الإنسان لطيف رح يأذيك بجهله. طيب يا ياسر، بما أنه ذكرت إسرائيل داهية في الذكاء، فمن الجاهل والغبي؟ بكل بساطة يا عزيزي المشاهد، وبدون مراعاة الأحاسيس، وبصراحة نحن الشعوب العربية ضعف غباء اتباع قطيع أعمى، وإسرائيل عم تلعب فينا كلنا. والمصيبة اللي تعتبر عن جد مصيبة ومشكلة كبيرة إنه نحن شايفين هذا الشيء وعاملين حالنا مش شايفين. يعني أعطيك مثال حي وسريع: إسرائيل هلق مستبيحة القنيطرة، عم تفتش البيوت وعم تنصب حواجز وتعمل اللي بدها إياه. وينه أحمد شرع؟ لا يا جماعة، هيك ما بيمشي الحال. هذا بطل اسمه جهل، هذا صار اسمه مرض جهلي. في مقولة عربية قديمة بتقول: عدو عاقل خير من صديق جاهل. وأنا عم أقرأ فيها هاي المقولة هيك صفنت شوي إنه ليش السويداء اختارت إسرائيل على دمشق اللي المفروض تكون صديق لإلها. مسكتوا ترند السويداء خونة عملاء صهاينة ومن هالحكي الفاضي، رغم إنه لتاريخ هاي اللحظة الشيخ حكمة الهجري بعده ما طلع على إسرائيل وقعد معهم واتفقوا. بينما وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كل أسبوع عنده قاعدة معهم لجماعة، يوم بباريس، يوم بباكو، يوم بأذربيجان. وعلى علمكم، بس انتوا لا تغطوا الجهل وتعملوا حالكم انكم مش شايفين. علاقات سياسية بدوا لمصلحة الدولة، انتوا ما بتعرفوا لمصلحة الدولة. بسرعة 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 بسرعة! شو كنتوا متوقعين من نتائج 500,000 مقاتل يتحشدوا ويعلنوا نفير عام وجهاد على محافظة متواضعة العدد، مكونة المحافظة كلها من 600,000 برجال وأطفال ونساء وعجاز، لإبادتها وقتل نسائها وأطفالها وبمساعدة التركستاني والإيغوري والأوزبكي؟ يعني نقول لكم تفضلوا فوتوا استبيحوا نسائنا ورجالنا وأطفالنا واقتلونا، وأنتوا جايين من الشام بترديد عبارات: جايينكم يا دروز، جايينكم يا خنازير. يا جماعة، واحد عقلاني بس يجاوبني جواب منطقي، يعني العقل البشري يستوعبه، مش عوي ولك وانت أحمد شرع تاج راسك والله يرحمك يا ابن تيمية صدقت هذول عملاء يهود. انت ما خلت لي مجال حبيبي. طب انت يا عزيزي العربي الجاهل اللي ما بتاخد شيء غير من الاعلام، ما بتشغل عقلك، ما فكرت شو سبب هالهجوم المفاجئ على السويداء؟ ما خطر ببالك انه تقول عن جد ليش هيك فجأة من ولا شيء صار في هجوم؟ هل هو بسبب رفع علم اسرائيل؟ لا. هل هو بسبب انتهاك احد مقدسات المسلمين؟ لا. هل هو بسبب قتل احد المسلمين؟ لا. اولا هو بسبب تجيش طائفي قذر من المخابرات التركية من دمشق بتمويل قطري. ثانيا، والسبب الرئيسي، بسبب احد القطعان الرعيان الامي من البدو قام بخطف احد من الدروز بدافع من الامن العام، فقام احد الدروز عملية خطف متبادلة صارت كانت بكل بساطة بتنحل من حكومة دمشق اللي عاملة حالة دولة تحكي مع وجهاء سويدا: مرحبا عليكم، عندنا مخطوف وعندكم مخطوف، نتفاهم بنرجعهم، ضاعت ولقناها. وبالغنى عن حرب أهلية، وبالغنى عن شلال دم، وبالغنى عن يتم عيال، نقتل رجال ونساء وأطفال، وتؤدي لتقسيم البلاد، وأنا هون وأنتوا هون. وهذا الفيديو بذكرنا بعد هاي الهجمة اللي هجمتوها رح توصل لتقسيم البلد. وبالغنى عن تهجير البدو من بيوتهم بالسويدة قاعدين معززين مكرمين. ما استفدتوا شيء غير خربتوا هالبلد. بس لا، ليش افكر اني في عندي قتيبة ياسين بفكر عني، وجميل الحسن، وهذا عبد الله، وايهم البيوش، وهالمسخرة الاعلامية اللي وصلت البلد لحرب طائفية واهلية. اصحوا يا عمي، شو بكم؟ لا بنقوم نعلن النفير العام وبنهجم على الدروز ومن بيدهم. هيك الشغلة جيم اوف ثرونز، يعني عم نلعب ببجي. لانه رح اعطيك مجال تشغل طاسي شوي. طب احمد شرع باعتراف من المخابرات البريطانية انه هي دربته من 2011 حتى 2023 لتسلم السلطة بديل عن الاسد. Starting in 2023, a British non-government organization which specializes in conflict resolution invited me to help them bring this guy out of the terrorist world and into regular politics. So the first time I met him, this guy's name is Noam de Guerre, was Abdelkader Jolani, but his actual name is Ahmed Shara, which he only revealed to the world after he captured Damascus in the Blitzkrieg of December 2024. First time I met him, I sat down next to him, and I'm literally as close as I am to Roy. And I said, this is all in Arabic, I said, never in a million years
could I imagine that I would be sitting next to you, long beard, thin fatigues, and he looked at me, he speaks very softly, and he said, Wallah Anna. طب انت ما فكرت انه بريطانيا هي الحليفة التاريخية لاسرائيل، وانه لولا بريطانيا لما قامت دولة اسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917؟ اسا مطلوب منك تجاوب، هل من الممكن بريطانيا الحليفة التاريخية لاسرائيل اللي هي كانت سبب بتأسيس اسرائيل كما قلنا تكون عينت هذا الرئيس الدولي المجاورة لاسرائيل ليكون الفاتح لاسرائيل، ولا ليكون اللي بده يمشي لها معاملاتها ومصالحها لتقوم اسرائيل الكبرى؟ اذا كان جوابك بعد التفكير هو لتكون الفاتح، فبنصحك تشتري 3 كيلو تبن، تقعد هيك تتعلف فيهم، بعدين تقوم تنتحر لنرتاح منك عزيزي المشاهد، لانه بنكون خسرنا جاهل بهالامي وبالناقص جاهل. وخليني نور لك معرفتك عزيزي المشاهد وخبرك انه صار الازرق بريف دمشق. ايه شباك انصدمت؟ ايه عد معي على اصابعك اجزاء من محافظة القنيطرة ودرعا وريف دمشق. وقف قرب حبيبي يا حاج خالد، يا خالد حوالي 500 كيلو متر مربع، وحاليا سويدا تعتبر صديق بالنسبه للازرق، يكون معك علم للاسف، يعني هي التقارير وفقا لباحثين مش من بيت خالتي. يعني عزيزي المشاهد اذا ما صحيت على حالك واستوعبت الطبخه بعد، لازم توقف تشفيط على السوشيال ميديا. درع الجنوب وجنوب سوريا مش مثل جنوب لبنان، وهال عالشاير بالفزع دمهم فاير، ضرب العلوم هذا على السوشيال ميديا ما رح تصحى على حالك غير ليوصلك اشعار على تليفونك الرجاء الابتعاد عن المنطقه المحدده باللون الاحمر 500 متر يطبع. كان معكم خيكم آسر، بيس.